لو دخلتي على ابنك ولقيتيه بيلمس نفسه هتعملي إيه؟ تصوتي، تضربيه، تقولي له عيب، ولا تسألي نفسك سؤال أهم؟ هو أنا هحميه ولا هزرع فيه عار يعيش بيه طول عمره؟ اللحظة دي بتحدد علاقته بجسمه، مش بس دلوقتي لكن لما يكبر. أول حاجة لازم نكون واضحين فيها، لمس الطفل لأعضائه التناسلية في سن الطفولة المبكرة من 2 ل6 سنوات غالباً سلوك استكشافي طبيعي. ده مش انحراف، مش قلة أدب، ومش معناه إنه تعرض لتحرش، إلا لو في علامات مقلقة تانية. طيب لو هو طبيعي ليه أنا بتوتر كده؟ لأننا تربينا إن الجسم عيب وإن أي حاجة تخصه سر خطير. لكن الطفل مش شايف ده، هو شايف إحساس وبيستكشف. جت العيادة وهي منهارة، دخلت على ابنها 4 سنين، لقيته بيلمس نفسه قبل النوم، صرخت فيه، قالت له عيب، حرام، انت كده ولد وحش. الولد بطل يعملها قدامها، لكن بعدها بدأ يقفل باب الأوضة بالمفتاح، يتوتر لو حد خبط فجأة، يرفض يحكي لها عن جسمه أو أي حاجة خاصة. بعد شهور لما حصل موقف تحرش في الحضانة هو ما تكلمش، لأنه اتعلم إن الموضوع ده ممنوع يتقال. إحنا ساعات بنقفل باب الأمان وإحنا فاكرين إننا بنربي. طب الرد الصح إيه؟ أولاً، خدي نفس عميق وركزي على هدوءك. رد فعلك هو اللي بيعلم أكتر من أي كلام. ثانياً، بهدوء وقوة قولي للطفل أنا شايفة إنك بتلمس جسمك. جسمك ده خاص بيك وده شيء طبيعي إنك تكتشفه، لكن في بيتنا عندنا قاعدة مهمة. الأجزاء الخاصة من الجسم لا نلمسهاش إلا لوحدنا في أوضتنا الخاصة. مش معناه إنك تعمل اللي تحبه، ده معناه إننا عندنا حدود واحترام للجسم والخصوصية. لو احتجت تحكيلي أو عندك سؤال عن جسمك ممكن دايما تقولي. من غير صراخ، ضرب، تهديد، تخويف بالنار أو العيب. سؤال مهم جدا، طيب إمتى أقلق؟ لو السلوك قهري ومتكرر بشكل مبالغ فيه، مرتبط بكلمات أو حركات جنسية مش مناسبة للعمر، مصحوب بتغير مفاجئ في المزاج أو خوف شديد، في محاولة لإدخال أشياء في الجسم، هنا لازم استشارة مختص. الموضوع مش بيمسك نفسه، الموضوع هو هل أنا الشخص الآمن اللي يجي يحكي له ولا أنا الشخص اللي يخاف منه؟ ابنك مش محتاج تخويف، محتاج توجيه هادي. رد فعلك في اللحظة دي ممكن يخليه يخبي عنك أسرار خطيرة بعدين، أو يخليه يجي يجري عليكي لو حد قرب له. أنت عايزة تبقي مين في قصته؟